يا أهلا بالفيلموية. معانا ومعاكم النهاردة فيلم الإثارة والمغامرة Bring It Ghosts. بتبدأ حكايتنا مع شاب اسمه بونج، بيبقى ماشي في الشارع وفجأة بيشوف البوليس بيجري ورا حرامي، فبيطلع يجري ورا معاهم. فجأة الحرامي بيقع على الأرض قدامه، لكن مش بيمسكه بل مش بيبصله أصلا، وبنعرف إنه بيجري ورا حد تاني وإنه بيقدر يشوف الأشباح وبيطارد شبح حاليا. وفي الآخر بيمسك الشبح وبيهريه ضرب. تاني يوم بيصحى من النوم بيلاقي شبح بنت في بيته، بتبقى فاكراه مش شايفها، لكن لما بيرزعها قلمين بتخاف منه وبتعتذر له وبتقول له خلاص مش هاجي هنا تاني والله. بونج بقى بيكون شغال بيخوف الأشباح، بيطردهم من بيوت الناس وبياخد في المقابل فلوس. بس أوقات بيقابل أشباح قوية، لما بيروح يخوفهم بيعملوا معاه الصح وبيضربوه لغاية ما بيقول كفاية. بنروح بعدها للراهب ده اللي بيكون قاعد بياكل في مطعم، وبنعرف من الستات اللي وراه انه كان شخص بيطارد الاشباح زمان لكن قوته قلت، وده لانهم كانوا بيتكلموا عليه. في نفس الوقت بونج بيكون قاعد في الكلية ومتنح لبنت زميلته حلوة قبل ما يجي 2 زمايله يسألوه إذا كان مؤمن بالأشباح ولا لأ، وما يعرفوش إنه بيشوفهم أصلا، وبيقعدوا يحوروا عليه لأنهم عاملين فريق لتصوير الأبحاث وعايزين منه تبرع، فبيخلع منهم. المهم العيال دول بعدها بيرجعوا شقتهم وبيلاقوا عليهم فواتير كتير وهم مفلسين، فبيقرروا يكملوا شغلهم التافه وهو إنهم ينجحوا في تصوير شبح علشان يتشهروا وياخدوا فلوس. وبيقرروا يروحوا مدرسة مسكونة اسمها سيوي، وفي الوقت اللي هم بيوصلوا فيه المدرسة وبيعملوا بث مباشر بيبقى بونج بيتابعهم ومستغرب الهبل اللي بيعملوه ده. وبعد شوية بيجي البونج الراهب اللي شفناه وبيطلع قريبه وبيبقى جاي يبات معاه، وبيسأل بونج إذا كان محافظ على وعده ليه وما بيقربش ناحية الأشباح، فبيقول له بونج أكيد طبعا. وهما بيتكلموا حد بيكلم بونج وبيقول له إنه محتاجه يتخلص من شبح وهيديله 10 مليون وون، وإن الشبح في مدرسة اسمها سيوي. فبيفرح بونج وبيسيب الراهب وبيخلع. نروح للمدرسة وبنلاقي كمبيوتر شغال لوحده، وتقريبا كده اللي كان بيكلم بونج كان شبح. أما العيال اللي بيطاردوا الأشباح بيكونوا موجودين في نفس المدرسة، ووقتها بيدخلوا الحمامات علشان يصوروا شبح، وبتخرج لهم قطة بتخليهم يهربوا زي الهبل. بيوصل بونج في نفس الوقت وبيدخل المدرسة وبيشوف شبح بنت واقفة قدامه، ولما بتيجي تتكلم معاه بينزل فيها ضرب، فبتقول له اهدى يا ابني مش أنا الشبح اللي بيخوف العيال، لكنه عنيد. فبتقوم معلماه الأدب وبتقول له انت مفكرني كيوت يالا، وبتنزل فيه ضرب، بتدمر له وشه وبتقول له ما شوفش وشك هنا تاني. فبيمشي وهو متضايق وبيرجع بيته. بعدها البنت الشبح دي بتقابل شبح تاني صاحبتها، ووقتها بتسأل صاحبتها هي ليه لسه موجودة هنا وما راحتش النار أو الجنة، فبتقول لها صاحبتها ده أكيد بسبب إن في حاجة هنا أنت لسه ما خلصتهاش، وبما إنك طالبة فيمكن المفروض إنك تمتحني ثانوية عامة مثلا علشان تموتي، وبتسيبها وبتمشي. بنروح للعيال بتوع الأشباح اللي بيقرروا يروحوا المدرسة تاني، وبيركبوا كاميرات في كذا مكان وبيستخبوا في الحمام وبيعملوا بث مباشر. وبالصدفة بيكون عمك بونج رايح هو كمان علشان ينتقم من الشبحة اللي علمت عليه. المهم هو بيدخل وبينادي عليها، ووقتها بتروح له وبتقول له مش أنا قلت لك يا روح ماما ما تجيش هنا تاني، وبتقوم رناه علقة كوبي بيست العلقة اللي فاتت. وقتها بيقعوا سوا من على السلم وبيرزعها بوسة غصب عنه. وقتها هي بتفتكر الحادثة اللي هي ماتت فيها وبيقعد يعتذر لها، لكنها بتكمل ضرب فيه. أما العيال بيكون في شبح تاني في المدرسة بيروح لهم الحمام وبيخوفهم وبيخليهم يجروا من الرعب. ووقتها بيشوفهم بونج والشبحة اللي معاه واسمها كيم وبيترعبوا منه وبيهربوا. بيحاول الشبح يخنق بونج في الأسانسير، لكن بونج بيضربه وبيهربوا. وقتها بيلمح كيم وهي خايفة منه، ولما بيخرجوا بيعرفوا إن ده شبح مدرس مات في المدرسة وهو بيتحرش ببنت في الحمام. وقتها بيرجع بونج علشان ينقذ كيم من الشبح لأنه بيكون بيتحرش بيها ونازل فيها ضرب، بس وقتها الشبح بيسيبها وبينزل فيه هو ضرب لغاية ما بيقول حق برقبتي. في الوقت ده بتحاول كيم تكتف الشبح وبتقول لبونج يضربه على دماغه علشان يموت، وأول ما بيضربه على دماغه بيتحرق. بعدها بيعرف إن كيم هي اللي اتصلت عليه علشان يقتل الشبح وبيطلب منها فلوس، لكنها بتقول له انت عبيط ياض ده انا كنت بساعدك. واول ما بيخرج بيلاقي البوليس مستنيه بسبب الحاجات اللي كسرها في المدرسة وبيقبضوا عليه، لكنه بيخليهم يتصلوا على الراهب وبيجي ياخده، وبيزعل منه لما بيعرف انه بيشتغل مطارد للاشباح، لكن بونج بيقول له انه محتاج الفلوس وبيمشي وبيسيبه. فوهو ماشي في الشارع بيشوف اطفال رايحين مدرستهم، وبيفتكر وهو صغير لما شبح زق امه قدام العربية قتلها، ونفس الشبح كان بيجي ويخوفه وما كانش حد بيشوفه غيره وخلى اصحابه يخافوا منه.
ولما بيرجع بيته بيلاقي كيم مستنياه، بتكون عرفت عنوانه من الجامعة بتاعته، وقتها بتحاول ترزعه بوسة تاني وشكل الموضوع عجبها، لكنه بيصدها وبيرزعها بالكف على بوزها. ولما بيطلع شقته بتكون وراه وبتقعد ترخم عليه ومصممة يبوسها تاني، لكنه بيخوفها وبيمشيها، وأول ما بيخرج من البيت بيلاقيها وراه تاني. نروح لتشون وسانج اللي بيراجعوا التسجيلات بتاعتهم في المدرسة، وبيشوفوا بونج وهو بيضرب الشبح، وبيعرفوا انه بيقدر يشوف الاشباح، وبيقرروا يحاولوا يضموه للفريق بتاعهم. نروح لبونج اللي بيبقى قاعد بياكل في الكلية، وبتيجي كيم ترخم عليه بس بتسكت لما بيجي تشون وصاحبه عشان يخلوه ينضم للفريق بتاعهم، لكنه مش بيديهم وش وبيسيبهم وبيمشي. وبيدخل المحاضرة وبيبقى عنده دكتور وسيم اسمه جو، واللي بتبقى بنات الجامعة كلها بتحضر المحاضرة علشان هو وسيم. وبتبقى لين البنت اللي بونج بيكرش عليها موجودة في المحاضرة، بتاخد كيم بالها من نظراته ليها، ووقتها الدكتور بيعلن عن مشروع لين هتبقى فيه، وبيسأل لو حد عايز يشارك معاها، فبتقوم كيم رافعة ايد بونج، فبيتضايق وبيشتمها. وبعد المحاضرة بتروح له لين وبتسلم عليه، بعدها بيمشي يروح شقته، وبتبقى كيم وراه وماشية بترازي فيه لغاية ما بيوصل البيت، وكأنها عيلة صغيرة عمالة ترخم عليه. أما الدكتور جو فبيروح العيادة البيطرية بتاعته، وبيكون معاه كلب بيعرضه للتبني، ولما بيدخل بيغير هدومه بنشوف على ظهره علامة غريبة كده مش عارفين ايه سببها الصراحة، بس هنعرف كمان شوية. أما لين فبتعدي على العيادة بتاع الدكتور جو وبتشوف الكلب وبيعجبها، بس ما بتبقاش عارفة إنها عيادته، ووقتها هو بيشوفها وبيطلع يسلم عليها. تاني يوم بقى بيروح بونج الكلية وبيقابل لين وبتسلم عليه تاني، وبيبقى الكتكوت مكسوف منها. وقتها بيجيله شغل. المهم لما بيوصل بتقول له الست ان في راهب جه امبارح ومعرفش يطرد الارواح، وفي نفس الوقت بيبقى العيال ماشيين وراه وبيصوروه وهو مش عارف. المهم بيدخل هو الاوضه وبيفتح الدولاب، وفجاه بيتسحب جواه وبيظهر له شبح وبيقول له يسكت علشان ما يموتش. بيفهم انها خايفه وان في شبح تاني بيخوفها، واول ما بيخرج من الدولاب بيلاقي شبح تاني شرير ماسك كيم ونازل فيها ضرب، فبيبدأ يدافع عنها وبينزل الشبح ضرب فيه. طبعا العيال بيكونوا بيصوروا كل حاجة، وفي الوقت اللي بيكون الشبح هاري بونج ضرب بتساعده كيم وبتقوله على نقطة ضعفه، وبينجحوا في انهم يقتلوه. بعدها بتظهر الشبح اللي دخلته الدولاب وبتشكره وبتختفي، وبيتضح ان ده كان جوزها وكان بيعذبها علشان كده روحها كانت عالقة. بعدها جه واحد صاحبه قتله فبقت روحه عالقة هو كمان. بيمشي بونج مع كيم بعد ما خلصوا مهمتهم، وبيروحوا يقعدوا شوية على سطح يشموا شوية هوا، وبيشكرها انها ساعدته. وقتها بتطلب منه بقى هي خدمة انه يبوسها، لان ده هيساعدها تفتكر ذكريات عن حياتها قبل ما تموت. وهوب بيقوم صاحبنا مميل على خدها ورزعها واحدة، وبيقول لها ها افتكرتي حاجة؟ بيقول لها انه عمل كده بس علشان يساعدها تفتكر زي ما هي قالت له. منك الاقيه انت علشان تفتكر برضه. وفجأة البنت بتسرح منه وبتقوم سايباه وبتختفي، وهو بيبقى مستغرب. بنروح بعدها المغنية اسمها ميز، بتكون جميلة جدا، لكن في شخص حد مأجره اسمه ساداكو بيتنمر عليها على النت ومسبب لها ألم نفسي، فبتقرر تنتحر بسبب كده. تاني يوم بيصحى بونج وبيقعد يدور على كيم، لكنه مش بيلاقيها من وقت اللي حصل امبارح. بنروح للين اللي بتبقى رايحة الكلية وبتعدي على مستشفى دكتور جو وبتشوف إعلان تبني الكلب. أما كيم فبتروح وبتحكي اللي حصل لصاحبتها، واللي بتنصحها تلزق لبونج لأنه أكيد هيساعدها، وطالما في مشاعر تربطها بيه. فعلا بتروح له الكلية وبتقعد ترخم عليه وبتطلب منه يساعدها، وبتعمل معاه صفقة إنها تساعده في طرد الأشباح مقابل إنه يساعدها تعرف حاجات عن حياتها القديمة، وبيوافق. وهم مروحين بتشوف فستان بيعجبها وبتطلب منه يشتروه لها ويحرقوه، لأن لبسها ده لبسه من 5 سنين، لكنه بيطنشها. في نفس الوقت بيكون ساداكو في اوضته، وفجأة بيجيله شبح ميز اللي كان السبب في موتها وبيقتله وبيكسر له صوابعه اللي كان بيشتمها بيها، وبكده تكون انتقمت. بنرجع لبونج اللي بيقعد مع كيم وبيعمل لها اكل زي ما هي عايزه، وبتاكل لغايه ما بتملى البطيخه. وبعد الاكل بيبقى هو خارج بره البيت، فبتروح تساله رايح فين، فبيقول لها انت فاكره نفسك مراتي ولا ايه، وبيسيبها وبيمشي. اما تشون وسانج فبيبقوا رايحين لساداكو متعصبين وحالفين لا يضربوه، ولما بيخبطوا عليه محدش بيرد، ولما بيدخلوا عليه بيلاقوا جثته مرميه في زاويه الاوضه، فبيصرخوا وبيطلعوا يجروا. ولما بتيجي الشرطه بيعرفوا ان المرحوم كان شغال يكتب تعليقات سيئه عن الناس على الانترنت، وان المغنيه اللي انتحرت اللي اسمها ميز كانت رافعه عليه قواضي كتير، وبتتهم الشرطه العيال انهم اللي قتلوا ساداكو لانه سرق ايميلاتهم، لكنهم بيطلعوا براءه. وبيبقى ساداكو مستخدم ايميل تشون
شون وكاتب بيه تعليقات تنمر على ميز قبل ما تموت، وسارق حسابات ناس تانية برضه ومتنمر عليها منهم. ولما بيرجع صاحبنا شقتهم وبيبدأ يحصل له حاجات غريبة فعلا، بنروح لبونج وكيم اللي بيبقوا خارجين من البيت، وفجأة بيجيله سانج وبيحكي له اللي حصل وبيطلب منه يساعد صاحبه وبيروح معاه. بس للأسف بتكون ميز وصلت لتشون وبترعبه، لكن كيم بتلحقه وبتضرب ميز، وبعدها بيجي بونج وبيضربها، فبتنزل ضرب فيه هو وكيم. بعد كده بتقول لها كيم إنها بتكره نفسها وإنها لما تقتل الناس ده مش هيغير حاجة. بيرزعها بعد كده بونج كف بيوقعها عند المراية، ولما بتشوف نفسها بتصعب عليها نفسها وبتتحرق لوحدها. وبكده بيبقوا أنقذوا تشون وخلصوا على الشبح. وبيقرر بونج يكافئ كيم وبيروح يشتري لها الفستان اللي نفسها فيه وبيحرقه لها. لما بتصحى من النوم بتلاقي نفسها لابساه وبتبقى جميلة جدا وبتشكر بونج. وبيخلص فيلمنا على كده. في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان لسه عندنا ملخصات نارية. أشوفكم الحلقة الجاية، سلام.